في 4 أكتوبر من العام الحالي أصبحت مدينة درنة أولى المدن الليبية التي شهدت مبايعة علنية لمن أطلق عليه أمير داعش بالمدينة. سيارات مسلحة ومسلحون يتبعون التنظيم يتجولون في شوارعها، مما سبب رعبا لأهلها في مشهد أعاد إلى الأذهان أفعال داعش في مدن سوريا. المقاتلون لم يتوعدوا الجيش الليبي فقط، ولكن شملت تهديداتهم دولا مجاورة أيضا. بإذن الله عز وجل، بإذن الله مفخات بدان في مصر، وبإذن الله ما ينتهين الله أن يمسح المرتدين من على وجه الأرض بإذن الله عز وجل، وخاصة نوغية مصر. والله العظيم يعلم الله عز وجل الغل في قلوبنا من المرتدين، والله ما من أشخاصهم. مقاتلون من صغار السن بايعوا التنظيم وانطلقوا من درنة ليلتحقوا بجبهات القتال في ربوع ليبيا. علم داعش فوق سيارات المسلحين في استعراض عسكري للتنظيم وسط مدينة بنغازي، وذلك قبل دخول الجيش إليه. تهديد ووعيد. عناصر التنظيم يهددون أفراد الجيش والشرطة عبر مقاطع نشروها على اليوتيوب. ونقول لمن لم يحكم شرع الله فارتقب منا كل التفجيرات، وارتقب منا القتل والذبح في الشوارع بإذن الله تعالى. قتل مسلحو داعش العديد من المواطنين الداعمين للجيش في حي الليثي ببنغازي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها تبنى تنظيم داعش تفجيرا استهدف مقر الأمن الدبلوماسي، معلنا وصوله إلى العاصمة طرابلس.